أعزائي طلاب على جامعة مستوى الجمهورية، طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. أهلا بيك يا صديقي العزيز في الحصة التانية بتاعتنا من عصر الدولة الوسطى، عصر الرخاء الاقتصادي. المرة اللي فاتت يا ولاد خدنا الملوك، ولما خدنا الملوك عرفنا كل ملك عملنا ايه. تعالى نعرف بقى ايه هي خصائص عصر الدولة الوسطى. خصائص عصر الدولة الوسطى يا ولاد، ايه هي خصائص عصر الدولة الوسطى؟ طيب تعالى معايا. اول حاجة وهم قالك علشان نبقى دولة قوية احنا لازم نحافظ على استقرارنا، وعلشان نحافظ على استقرارنا يا ولاد لازم الحدود بتاعتنا مش اي حد يجي يغزونا. فراحوا عملوا يا ولاد عملية تأمين الحدود. طيب هو ليه يا مستر عمل تأمين الحدود؟ علشان حاجتين. علشان يا ولاد لما يجي يأمن الحدود، لما يأمن الحدود هيروح مفيش عدو خارجي يقدر يجي ياخد مصر. تاني حاجة يا ولاد، وهو بيأمن الحدود وسع حدود مصر، بس من أنهي جهة؟ الجهات الجنوبية. يبقى عمل توسيع يا ولاد من الجهات الايه؟ الجنوبية. طيب يا ولاد وعمل ايه تاني؟ بنى الحصون. بنى ايه؟ الحصون. بنى الحصون يا ولاد علشان يقدر يأمن الحدود. يبقى بناء الحصون. لو تعرف تقولي مين اللي عمل حصن في الجنوب، حصني في الجنوب يا ولاد؟ الملك سنوسرت الثالث عمل حصني سمنة وقمنة. يبقى عمل بناء الحصون. الحصون الشرقية، الحصون يا ولاد الشرقية والجنوبية زي الملك. طيب ليه الشرقية يا مستر؟ عشان دي القبائل الآسيوية. طيب وليه الجنوبية يا ولاد؟ عندك زي حصني سمنة وقمنة بتوع الملك ايه؟ سونوسرت التالت يا ولاد. لازم تجمع معايا الحاجات دي. طيب تعال ناخد اللي بعده يا ولاد. قالك تاني حاجة علشان يبقى فيه الدولة تبقى فيها رخاء اقتصادي لازم يكون فيها استقرار، لازم يكون فيها سلطة مركزية، لازم يبقى فيها تنظيم إداري. يبقى أول حاجة يا ولاد الاستقرار. قالك لازم يبقى فيه ايه بقى؟ بص قالك ايه؟ 3 حاجات. أول حاجة لازم يبقى فيه استقرار في الحكم. لازم يا ولاد تاني حاجة يبقى فيه سلطة مركزية، وشرحتها لكم المرة اللي فاتت يعني ايه سلطة مركزية. لازم يا ولاد يبقى فيه تنظيم إداري. طيب قالك تاني حاجة يا ولاد هما بدأوا يبنوا مقابر ومعابد. يبقى حصل النشاط المعماري. طيب كمان يا ولاد قالك بدأ عندهم ازدهار في
الأدب، الفنون، زي يا ولاد فن الرسم، النحت، وهكذا يا ولاد. طيب، تالت حاجة يا ولاد بدأوا يهتموا بالتعدين. فاكرين أنا ابن محمد التالت، أنا ابن محمد التالت، أنا أحب سينا وسينا تحبني، أخرج المعادن وأقطع الأحجار. الاهتمام بالمعادن. ولما اهتموا بالمعادن يا ولاد يعملوا عملية استخراج ايه بقى مع البلاد المجاورة زي بلاد فينيقيا. وقلنا بلاد فينيقيا اللي هي بلاد ايه؟ فلسطين، سوريا، لبنان، وبلاد بونت. وبلاد بونت دي يا ولاد اللي هي الصومال. طيب حلو يا ولاد، تعالى نكمل. اخر حاجتين يا ولاد او اخر 3 حاجات هو بقى اهتموا بيه النشاط التجاري. بدأوا يا ولاد يهتموا طيب سوري يا ولاد معلش. الاهتمام بالمعادن، اهتموا بالمعادن. المعادن دي يا ولاد اللي هم خدوها منين؟ المعادن دي هقول لك انا خدوها منين. المعادن دي يا ولاد خدوها من المحاجر اللي موجودة في سينا يا ولاد. ده ومثال عليها الملك ابن محات التالت. طيب النشاط التجاري يا ولاد، فينيقيا وبلاد بونت. طيب قالك بدأ يا ولاد يهتموا بالمشروعات الايه؟ المشروعات الزراعية. مين اللي اهتم بالمشروعات الزراعية برضو وعمل حاجة مهمة قوي؟ قالك اهتمام بالمشروعات الزراعية حاجتين. مشروعات حاجتين يا ولاد عملوا: وسع مساحات الأراضي الزراعية، وتاني يا ولاد عملوها إقامة السدود. مستر أنا مش فاهم يعني ايه إقامة السدود. انت بيجيلك مية كتيرة مثلا في الصيف وفي الشتاء مفيش مية، طب هيبقى كده عندك جفاف. طب عشان تخزن المية مش هتروح تجيب برميل، انت دولة كبيرة فهتعمل سد. يبقى وظيفة السد ايه؟ تخزين مياه الايه يا ولاد؟ تخزين مياه الفيضان عشان استفاد منها وقت الجفاف. تمام يا ولاد، كده خدنا خصائص عصر الدولة الوسطى. وتعالى يا ولاد نخش مع بعض في آخر الملوك وهو عصر الإضمحلال التاني يا ولاد. طيب في عصر يا ولاد بقى الإضمحلال التاني اللي هو عصر الضعف التاني، يعني اللي هو عصر الإضمحلال الثاني. في عصر الإضمحلال يا ولاد التاني وهو بيتكون من كذا أسرة، 5 أسرات، من الأسرة 13 للأسرة 17.
يبقى فترة كبيرة كانت مصر في وقت ضعف، وفي الوقت ده لما مصر تبقى في وقت ضعف لازم تيجي قوة خارجية تحاول تحتلها. في الوقت ده يا ولاد اتعرضت البلاد لناس اسمهم الهكسوس. مستر انا مش فاهم مين الهكسوس دول؟ قالك الهكسوس دي العيلة، قبيلة جم من اسيا علشان يستولوا على عاصمة هنا ويدمروا المعادن. يبقى تعالى نعرف مين هم الهكسوس. قالك الهكسوس يا ولاد الهكسوس دول يا ولاد هم اصلا جايين. هم عبارة عن قبائل، يعني قبيلة ناس تربطهم دم واحد، قبائل جاءت من آسيا. يعني هم جايين من آسيا. خلي بالك بقى إن آسيا عالم قديم، خلي بالك إن آسيا أكبر قارات العالم. طيب حلو يا ولاد. قالك هم جايين يا ولاد علشان 3 حاجات. أول حاجة يا ولاد هم جايين عشان الاستيلاء، عشان يستولوا على حاجة. ولما معرفوش يستولوا عليها في الأول فقالك احنا لازم نعمل عملية تدمير. وراحوا يا ولاد راحوا عملوا عملية سلب، يعني أخدوا وراحوا فرضوا. الاستيلاء على ايه يا ولاد؟ قالك استولوا بالقوة على مدينة يا ولاد اسمها منفر، ودمروا المعابد وسلبوا ممتلكات المصريين وفرضوا الضرايب عليهم. يعني بلدي وتفرض ضرايب علشان تخليني اعيش؟ طيب خلي بالك بقى، انا عايز اقولك على كذا معلومة مهمة. قالك هما استقروا او استقروا يا ولاد الهكسوس في شرق الدلتا. لكن يا ولاد خدوا عاصمة ليهم، مدينة اسمها أواريس. خدوا عاصمة ليهم اسمها ايه؟ خلي بالك فرق بين النقطتين دول قوي. تمام يا ولاد. طيب وبكده يا ولاد نقول ان حكم الهكسوس حكموا الوجه البحري والوجه القبلي. واحنا قلنا الوجه البحري اللي هو بيبص على البحر المتوسط، اللي هو المحافظات اللي ايه اللي في الشمال، اما الوجه القبلي الجهات اللي في الجنوب يا ولاد. طيب طيب خلي بالك بقى ان الوجه البحري يا ولاد هم اللي كانوا بيحكموا، هم الهكسوس. اما الوجه القبلي كانوا تحت قيادة الهكسوس يا ولاد، ولكن اللي بيحكم هم مين يا ولاد؟ امراء مصريين. طب عشان يحكموا كانوا بيدفعوا يا ولاد ضرايب كتيرة قوي.
يبقى مين اللي بيحكم الوجه البحري؟ الهكسوس. اما دول بيحكموا المصريين، وبس مقابل ان هما ايه، فرضوا عليهم ضرائب كتير اوي ولا كده. خلصنا الهكسوس. صعب ولا سهل؟ خلصناه خلاص. ممكن بقى نجيب بقى كده ونعمله ونصغره. تعال بقى ياخد يا ولاد، عايزين نعرف قصة الكفاح. حاضر. قصة الكفاح ضد الملك مين يا ولاد؟ آه... ضد الهكسوس يا ولاد. موضوع سهل خالص. تعالى نقعد نشرح. قالك كفاح المصريين ضد الهكسوس اللي هو حرب التحرير. قالك كان العصر للأسرة السبعة، اللي هو يا ولاد الأسرة ال17. ده عصر انتفاضة ضد الهكسوس. يعني الناس فاقت لنفسها، ايه ده، هو في ناس بتحكم معانا في البلد؟ لا، احنا مش عايزين الكلام ده. ايه دليلك ان هو عصر انتفاضة؟ يعني ايه عصر انتفاضة؟ تحس الناس كانت نايمة وفاقت، فاسمه عصر. عارفه انت لما تبقى نايم كده ويصحوك، اصحى اصحى كسبت مليون جنيه، تقوم تتنفض كده. فده عصر الانتفاضة. احنا كنا نايمين وفجأة صحينا بقى، يلا عايزين نحرر مصر. حيث عمل ملوك هذه الأسرة على تنظيم أمور مملكتهم في طيبة. يقول لك يا مستر ان احنا في الاسرة ال17، الاسرة اللي ماسكة بدأت ان هي تنظم الامور بتاعت شؤون الدولة اللي موجودة في طيبة. مش بس كده يا مستر، بدأت تقول للمصريين بس الشعور الوطني ليهم. يعني ايه بس الشعور الوطني؟ اقول لك انت شاطر، انت شطور، برافو عليك، انا حاسس انك كويس. الشعور الوطني يا ولاد ان انا اخليك تحب بلدك ويبقى عندك قادر تضحي بنفسك لأجل بلدك يا ولاد. وروح المقاومة لدى المصريين لمواجهة الهكسوس. طيب مين أشهر ملوك طيبة يا ولاد؟ ركز معايا بقى. الملك سكن رع، الملك كاموس، الملك أحمس، والملك إياحتب. 4 ملوك. تعال ناخد سكن رع لأن هو سهل خالص. سكن رع يا ولاد هو ده الملك الكبير، أبو كاموس وأبو أحمس. وده بدأ النضال الحقيقي. يعني ايه بدأ النضال الحقيقي؟ ده اللي بدأ يقول احنا مش عايزين الهكسوس في مصر. مين اللي ساعدته؟ زوجته إياحتب. ولكن يا ولاد قتل في ساحة المعركة. بس أول واحد خرج معانا سكن رع الثاني. سكن رع الثاني، سكن رع الثاني. يجي يا مستر واحد اسمه الملك كاموس. الملك كاموس هو الابن الكبير للملك سكن رع. قالك هو اللي حمل لواء الكفاح. يعني هو اللي شايل المسؤولية ان هو يخرج الهكسوس بعد ابوه. وقالك قاد المصريين في حروبهم ضد الهكسوس. طيب عمل ايه يا مستر؟ قالك بدأ يأمن الحدود الجنوبية. يبقى عمل تأمين للحدود الجنوبية، وراح عمل حملة مفاجأة على أرض كوش. كوش دي موجودة فين؟ في السودان. طيب ليه يا ولاد؟ قالك بص بقى، بتوع السودان كانوا، انا عايزك تتخيل معايا الموقف. ادي دي مصر يا ولاد، وادي ده نهر النيل، ودي السودان اللي بالدايرة. الجزء اللي في الشمال، الجزء اللي في الشمال يا ولاد ده هنا اللي هو اللي بيواجه البحري، اللي هو الوجه البحري يا ولاد، دول الهكسوس. اما دول المصريين. هنا بقى السودان. فكانوا بيبعتوا لهم اكل وشرب عبر نهر النيل لمين؟ للهكسوس.
راح قالك بس ما ينفعش الكلام ده. ده مين اللي قالك ما ينفعش الكلام ده؟ كاموس. راح قالك لا، احنا عايزين لإجبار أميرها على قطع الامتداد التي كانت تصل إلى الهكسوس عن طريق النيل. يبقى ليه عمل يا مستر حملة مفاجأة على كوش؟ قال للأمير يا أمير. هو هو الأمير هو المنصب، مش اسمه أمير. قال له يا أمير انت، وعمل له بصباعه كده، اعمل بصباعك كده. قال له انت لازم تقطع الامدادات. يبقى هو عمل عملية اجبار للامير على قطع الامدادات اللي بتروح للهكسوس عن طريق النيل. هيقول لك، يجي لك سؤال بقى، هي الامدادات كانت بتروح للهكسوس عن طريق ايه؟ النيل. طيب بس كده يا ولاد؟ قال لك لا، يعني كده راح امن الحدود الجنوبية، بدأ ياخد الجيش بتاعه ويروح نحو الشمال، وبدأ يحقق انتصارات. بدأ يحقق انتصار كبير، وده من خلاله. ويا ولاد مصر فضلت برضه تحت نفوذ الهكسوس، ولكن قتل في حرب ايه يا ولاد؟ حرب التحرير. راحت الملكة اياح حتب بصت لابنها الصغير وقالت له هتتكسر كده يا خلاص، يلا لو سمحتي. يلا يا ولاد، الملك احمس راح ايه، والدته بصت له وقالت له احمس. قال لها احمس. قالت له احمس. قال لها احمس، انت عايزه ايه؟ قال لها اوعي تكون اللي في بالي. ايه؟ انت عايزه توديني؟ انت بابا اتقتل يا ماما، واخويا الكبير اتقتل، انت ما عندكيش غيري. قالت له احمس. قال لها ايه يا ماما؟ قالت له انت لازم تجيب حق ابوك واخوك. ومن هنا الملك احمس بدأ ياخد الجيش بتاعه يا ولاد ويروح للشمال، وبدأ يا ولاد يحاصر العاصمة بتاعتهم مدينة اواريس، ودخلها وفضل يجري ورا الهكسوس لحد ما راحوا لفلسطين يا ولاد. قالك بص بقى، كمان هو فضل يجري وراهم وحاربهم وقضى على خطرهم. وبعد أن حرر أحمس الأول مصر تماما من الهكسوس، بدأ يوجه إيه يا ولاد؟ بدأ يوجه اهتمامه إن هو يدخل جوه البلد وينظمها. زي ما انت كده لو حد عندك في البيت بيعمل مشاكل، تقوله بس تبعد عنه أصحابه الوحشين وتقعد معاه وتعيد ترتيب حياته تاني، وتقول له انت لازم تقرب لربنا، ولازم يبقى في إدارة في وقتك وأكلك وشربك. صدقني الكلام ده برضو بتعمله الدولة لما بتخرج العدو عنها، وبتعمل إعادة تنظيم البلاد من الداخل يا ولاد. وده يا ولاد اللي هياخدنا للدرس الجديد، تأسيس الدولة الحديثة يا ولاد. وهو اللي بدأ فكرة التنظيم الداخلي أو تنظيم البلاد بعد خروج الهكسوس هو الملك أحمس. هناخد آخر الملكة معانا وهو الملكة إياح حتب. قالك الملكة دي قامت بدور مهم جدا في تحرير البلاد. ليه؟ قالك أصلا أول حاجة يا مستر هي اللي شجعت ابنيها اتنين، كاموس وأحمس، على ان هم يفضلوا مستمرين في الكفاح بعد ما ابوهم سكنرع مات. تاني حاجة يا ولاد، هي اللي تولت الحرب اثناء الحكم ضد الهكسوس نيابة. يعني لما كان احمس يجري وراهم لفلسطين، لما كاموس يجري وراهم، مين بقى اللي كان ماشي؟ احنا كده الكاموس هو بنقول عليه الملك، ولكن احمس هو بنقول عليه بس الملك ده خرج على راس الجيش عشان يحارب. مين اللي هيحكم البلد؟ اياح حتب. حكمت في الفترة اللي هم ايه يا ولاد؟ في الفترة بتاعت احمس لما جري وراهم ورجع تاني، فهي رجعت في الوقت ده. تعالى بقى ناخد اهم نقطة في الدرس، عايزك بقى تركز معايا لان ده يا ولاد اللي بيجي منها الامتحان في نص السنة.
على فكرة اعتقد احتمال كبير الدرس ده مش داخل معانا في الامتحان، مش داخل معانا في امتحان المدرسة اللي هو بتاع، لكن احنا في الامتحان الاسبوع داخل معانا من اول درس لحد اخر درس اللي احنا خدينه دلوقتي. تركز لي على الصفحات الاخيرة من الدروس. الواجب يا مستر هيكون ايه؟ هتمسك كده يا ولاد اسئلة كتاب الامتحان، تحل صفحات كتاب الامتحان كلها. تمام؟ بس يا ولاد الموضوع مش صعب عشان بتفضلوا تتخانقوا مع ميس فاطمة والامتحان والدنيا سهلة. عايزك بقى 5 دقايق قمة عالية من التركيز، أركز. بيقولك احنا كل اللي احنا بندرسه ده عايزين نعرف ايه علاقة مصر بأفريقيا. بص بقى، أول حاجة يا ولاد أنا عايزك تركز لي في رقم 2 ورقم 4 يا ولاد. أول حاجة تعالى ندرس بس رقم 1. بيقولك المصريين القدماء اهتموا بتأمين الحدود الجنوبية. يبقى أول حاجة هم أمنوا أنهي حدود؟ الحدود الجنوبية وإقامة الحصون. طيب عملوا التأمين ده من الجندل الأول حتى الجندل الثالث. يبقى ركز بقى معايا في اللي هو عامل لك عليهم أزرق لأن دول اللي بيجوا في الامتحان. يبقى هم اهتموا بتأمين الحدود الجنوبية وعملوا حصون من الجندل الأول حتى الجندل الثالث. رقم 2 يا ولاد عايزك تركز معايا. يقولك المصريين القدماء كان مهم أوي إن هم بيعملوا علاقات تجارية. يعني إيه يا مستر يعملوا علاقات تجارية؟ يعني يا ولاد شايف الدولة اللي هناك دي يروح ويعمل معاها علاقة، ولكن أساس العلاقة مش عشان الاتنين مثلا علاقة حرب، ولكن العلاقة يا ولاد هي قايمة على التجارة. انت تديني خامات وانا اديك خامات ونحصل تبادل تجاري. طيب اديني دليل. قالك زي حضارة كوش اللي موجودة في السودان. تعال بقى ندرس ايه الحاجات اللي بتاخدهم لازم نحفظهم. كان بنتبدل بينا وبين بعض الحلي، يعني الحاجات اللي البنات بتتزين بيها، المجوهرات. افتكري نفسك يا عروسة وافتكر نفسك يا عريس لو خطيبتك فيما بعد، يعني لما تكبر خطيبتك وهي رايحة الفرح هتلبس ايه؟ هتلبس حاجات حلي، حلق، انسيال. هتلبس مجوهرات من الذهب، من الفضة، من الألم يا ولاد من ايه تاني؟ هو ده ابو فضة لان من الالماس. ماشي يا ولاد. وهي نازلة هترش بيرفيوم. من المعادن يا ولاد، من العاج، التوابل، الزيوت. عندك طيب زيت الزيتون وزيت النخيل. تعالي هنعيد مع بعض، هنروح مسحين كله ده ونروح عاملين مع بعض تاني. حلي، مجوهرات، عطور، معادن. لحد هنا احفظ، ده قسم الفرح. طيب عاج اللي هو بيبقى نابل الفيل يا ولاد. التوابل والزيوت، افتكر ان البطاطس بتحطها في الزيت تخرج تحط عليها توابل. انا عارف ان هي حاجات بسيطة كده صدقني بس بتحفظك. طيب وزي زيت الزيتون وزيت النخيل. طيب ركز بقى معايا في رقم 3. أقام المصريين القدماء مراكز. يعني ادي نهر النيل، يعملوا هنا ستيشن او محطة. ليه بقى؟ قالك يا مستر في الوقت ده علشان يخزنوا ويوزعوا. يبقى حاجتين، تخزين وتوزيع السلع اللي هم بيستوردوها والسلع اللي بيصدروها. يعني على نهر النيل كل شوية تلاقي ستيشن، محطة. أهمية المحطات التجارية حاجتين، تخزين وتوزيع يا ولاد. طيب مهم أوي سؤال 2 بالله سؤال 3. رقم 4 يا ولاد، أرسل المصريين القدماء البعثات لاستخراج المعادن مما كان له أثر في تبادل الثقافات. طيب وكده يا ولاد نكون خلصنا الدرس بتاعنا. أتمنى إنك تقعد تحل الواجبات.
انا بقى في حاجة ضايقتني، في حاجة ضايقتني يا ولاد. الامتحان فيه ناس مجاوبة اجابات غلط خالص. يعني يا رب، فين الامتحان؟ ثواني كده يا ولاد. اه، ادي يا ولاد الامتحان اهو، الاجابات بتاعته. انا مثلا في السؤال ده لقيت بيقول الأهمية الحضارية لشبه جزيرة سيناء، لقيت حد كاتب لي أوروبا مع أفريقيا، علاقات أوروبا مع أفريقيا. أنا ما جبتش سيرة أوروبا خالص، هي انتقال الثقافات والحضارات من آسيا لأفريقيا زي الحضارة الإسلامية. ليه كده يا ولاد زعلتوني؟ استنى أشوف الإجابات كده وأقول لكم، خليكم معايا. أنا اتضايقت قوي. خليكم معايا، افتح بس عند الامتحانات بتاعتكم. تعالى مثلا ناخد أول سؤال، مش هقول أسماء. يعني أول سؤال ده اتضايقت إن في حد تنقل الثقافات بين أوروبا وأفريقيا. غلط، هي انتقال الثقافات والحضارات من آسيا لأفريقيا، لأن يا ولاد شبه جزيرة سيناء هي أصلا موجودة في قارتين، موجودة في قارة آسيا وأفريقيا. طيب وبعدين أنا قلت لك الأهمية الحضارية. طيب في بقى يعني، طيب الأهمية الحضارية لقارة أفريقيا دي ماشي سهلة. الأهمية الاقتصادية لقارة أفريقيا يا ولاد، يا حبيب قلبي، لما اقولك اهميه اقتصاديه لقاره افريقيا، انا هنا عايز يا ولاد حاجتين. اهميه اقتصاديه يعني اتنين، يعني موقع فلكي وموقع جغرافي. وتبدأ بقى تقول لي الموقع الفلكي ايه والموقع الجغرافي ايه. الموقع الفلكي بيحصل تنوع في المناخ والنباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية والحيوانات، والموقع الجغرافي تحكمها في أهم الممرات الملاحية. لا، السؤال بقى اللي اتضايقت منه الأهمية الاستراتيجية يا ولاد لشبه جزيرة سيناء. استنى اشوف امتحان حد تاني كده. الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء. الأهمية الاستراتيجية يا ولاد إن مصر في الوقت ده اتعرضت لحملات عسكرية يا ولاد. أنا عايز نقاط معينة. فأنا زعلان. ده الإجابات بتاعت الامتحان يا ولاد، دي إجابات الامتحان. للأسف في ناس جايبة درجات مش كويسة، ولكن أنا ما يهمنيش الدرجات، أنا يهمني إنك أنت تكون اتعلمت من الامتحان يا ولاد. بالتوفيق ليكو، وأتمنى يكون درس خفيف عليكو. تسليم الامتحان يوم التلات الجاي، تسليم الواجب يوم التلات الجاي، والامتحان يوم الخميس الجاي. يوم الحد الجاي يا ولاد هيبقى مراجعة تفصيلية عن ايه يا ولاد، عن يعني تقريبا يوم الحد الجاي ده اللي هو 19 اكتوبر، وانت يوم امتحانك يوم 26. فهينزل لك مراجعة تفصيلية عن يا ولاد المقرر عندك في الامتحان. بالتوفيق ليك يا ولاد. و انا هبعت لكم اجابات الامتحان.